السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنبتدي مع بعض ايه؟ روتينات العيد. تمام. اسفه على الاصوات دي، انا ساكنه في ال 13 وربنا. بص الاصوات بس طبعا عشان فاتحه الشباك، عشان ايه يعني الشباك برضو بيعزل الصوت شويه. هنبتدي اول حاجه زي ما متعودين معايا، انا لما بنضف وبشيل سجاد وغسيل سجاد والكلام دوت، اول حاجه ببتدي بيها الريسبشن. ليه الريسبشن؟ عشان الريسبشن بيكون من الحاجات اللي ما بنلمسهاش، ما بنجيش جنبها، فبتفضل نضيفه. بس مش هفرش السجاد دلوقتي، تمام؟ لان اصلا السجاد اللي في الشارع لسه ما غسلتهاش. غسلت السجاد كله، فاضل سجاد اوضه المعيشه، السجاد اللي في صاله التوزيع، ماشيه في اوضه كريم اللي هي عرض متريج. بس ده غسلت الدواسات كلها، وانا اللي غسلت المره دي الحمد لله. ما عطيتهوش لحد يغسلهم لي، لان السنه اللي فاتت ما عجبونيش وكده. فقلت انا ربنا يقويني وان شاء الله هغسلهم، مع اني انا مش مشكلتي في الغسيل. اي نعم انا بتعب في غسيل السجاد وما عنديش القدره ان اغسل السجاد كويس، بس ما كمان الحمام عندي زنطوط، فهي دي برضو مشكله عندي. بس ربنا قواني وغسلت. و فاضل لي بقى اصعب سجاده اللي هي بتاعت اوضه المعيشه، عشان دي سجاده والفرو بتاعها عالي كده، فهتبقى صعبه عليا، بس ان شاء الله ربنا هيقويني. اول حاجه عشان ما اطولش بقى عليكم، بصوا انا شلت الستاره بالليل وغسلاها. الستاره غسلاها واللي هي الشيفون اللي من تحت ومنشراها. تمام. ليه؟ عشان اول ما اخلص هركبها. تمام. وهفك بقى الشباك وهغسله دلوقتي، وهنبتدي بقى. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما اطولش عليكم المقدمه. ويلا بقى اللي ابداوا اعمله، عشان خلاص فاضل يعني انا هو الوقفه يوم 27. انا النهارده بادئه معاكم، النهارده 15 في الشهر، النهارده الخميس. تمام. فانا عايزه اخلص الشقه على الجمعه السبت اللي جاي، فهي يا دوبك كده بقى اوضه اوضه كده تتمسك تتفرمط كده، واخلص غسيل السجاد والمطبخ برضو يتفرمط، فايه هيكون طبعا الوقت كافي جدا لان بنزل وبطلع وبودي عيلة التمرين وباجي مش عارفه ايه، فاليوم برضو بيبقى ضارب. تمام. يلا بينا بقى نبتدي عشان ما اطولش عليكم. متنسوش بقى ايه تحطوا اللايك. بصوا كده بقى، اول حاجه هعملها خالص هلم الستاره دي بس عشان ما تتملاش معايا تراب، وفي الاخر هنفضها تنفيضه حلوه يعني، وهعملها بالمكنسه وكل حاجه يعني، هنفضها لان طبعا التراب. انا بس اول حاجه لميت الستاره كده، وهبتدي اشيل الشبابيك اغسلها. تمام. اشيل الشباك الجرار اغسله. للاسف بقى السلك عندي ما بيتشالش، هو ده الصعب يعني. عارفين لو السلك كان يتشال كده مفيش اي تراب كان هيخش لي جوه، انما بقى للاسف السلك دوت بيخلي التراب لما باجي انضفه يدخل لجوه. فدي طبعا تعيب تركيب، المفروض هو مثبته يعني، ما بيخلوش ان هو يتخلع ويتركب. فاهمين قصدي ايه؟ حتى لما السلك اتقطع هو جه فكه اساسا عشان يعرف يخلعه، وبعد كده برضو ركبهولي ثابت. فلما خلي بالكم النقطه دي، لما تيجوا تركبوا اي شباك جرار لازم تاكدوا على اللي بيعمل لكم الشباك ان السلك يكون بيتفك، لان طبعا لما بيتفك وبيتغسل فده بيسهل عليكي كتير جدا جدا. فعشان كده لازم يكون السلك بيتفك وبيتغسل. تمام. خلي بالكم النقطه دي، انا قلت اقول لكم عليها عشان لو اي حد مثلا بيجدد، عروسه جديده بتعمل، لو هتعمل الشباك الجرار تاكد ان الضرفه السلك احنا لازم طبعا نعمل سلك، دي حاجه معروفه عشان لو عايزين نفتح ونهوي ما يخشلناش دبان ولا اي حاجه. فعشان كده لازم هنعمل ضرفه سلك، لازم بقى تكون الضرفه السلك دي بتتفك. المهم انا دخلت طبعا الحمام غسلتهم مع حالي، ما جبتش الكاميرا بقى عند الحمام وكده، لاني مش بحب اجيب الكاميرا الصراحه عند الحمام. وبعد كده بقى هبتدي انضف الشباك بتاعي. المعاناه اول حاجه طبعا نفضت السلك كويس جدا جدا، وبعد كده بقى الجرار. وبرده عايزه اقول لكم والله الجرار ده ابشع حاجه يعني. انا عندي مثلا الشباك والبلكونه بيكونوا عندي سهلين عشان هما مش جرار، سهل الغسيل وسهل الفك والتركيب يعني. برده الاحلى انا بحاول برضو افيدكم كده ايه بشويه معلومات، عشان لو يعني مش معلومات طبعا انا مش خبره في الحاجات دي، بس كاستخدام. فاهمين قصدي؟ كاستخدام انه الاحلى اللي هو العادي احلى من الجرار. الشباك اللي هو يبقى ضرفتين كده وسلك، ده استخدامه احسن كتير جدا من الجرار. تمام. وطبعا انا قلت لكم انا غاسله الستاره الشيفون اللي تحت
على فكره الريسبشن من الحاجات اللي ما بتتوسخش عندي، تمام. يعني انا دلوقتي مثلا هتلاقوني بغسل الحيطه هنا ليه؟ عشان التراب بس اللي دخل، لكن انا الريسبشن عندي بيبقى فعلا نضيف. لو قعدت طول السنه ما عملتش فيه حاجه هيبقى اللي فيه حبه تراب بس مطرح ما الشقه ما بتتعملش، انما بقى بقع وساخه العيال ما بيلمسوش اساسا ولا ليهم علاقه بيه. يعني انا ببقى ممنوع التراب واللمس، عارفين انتوا، لان بقول لهم كفايه عليكم الشقه جوه. انا مش بكبتهم ولا حاجه، بس هم عندهم اوضتهم وعندهم اوضه المعيشه وعندهم صاله التوزيع، فليه بهدلوا لي الريسبشن كمان؟ حرام يعني، فاهمين؟ فده مخليه مكان يبقى نضيف كده دايما، يبقى لو حد جالي يقعد فيه يبقى حاجه نضيفه. وعلى فكره هعمل تجديد حلو قوي هتشوفوه في الاخر. بس ساعه وانا بنقل بقى وكده وقفت الكاميرا، لان الصراحه قلت الموضوع كان هيبقى صعب، وكنت خايفه النيش يتكسر مني. وبصوا انا كنت بعمل اساسا وانا مرعوبه، لاني زقيت النيش من مكانه بالحاجه بتاعته ما فضيتهوش ولوحدي، تمام. يا دوبك بس ناديت كريم يقف يساعدني يمسك قدامي، بس طبعا بس قلت له طبعا ما تزقش، ان هو بس ايه يبقى معايا، بس انا كنت ساعتها وانا بزق طبعا النيش بالحاجه كنت مرعوبه، بس كنت عايزه احس بتجديد. وكمان بصوا هنا بقى انا بنفض الستاره كويس جدا، كنت عايزه احس بتجديد، وكنت عايزه وسع في الريسبشن اساسا انا اعرف يعني ايه الجو بيبقى حر طبعا في الصيف، كل يومين كده ولا حاجه اشيل واسيق اشيل وامسح. انما طبعا السجاده كانت تحت السفره كانت مزهقاني كتير وما بعرفش اشيل ابدا تحت السفره، عايزه حد لازم يكون معايا عشان يعرف نشيل السجاده من تحت السفره، انما لوحدي استحاله اقدر اعملها. عليها ازاز كده مرفوع لوحده ممكن يقع يتكسر كده يعني. هنا بصوا بقى بنفض الكنبه بتاعتي كويس، وبعد كده بقى هكنس ورا الكنبه دي مطرح بقى التراب. هي والله قبل ما يعني وانا بزق الكنبه ما كانش فيه تراب، انما طبعا مطرح ايه الشباك وكده بقى مليان تراب، تمام. هجيب بقى ايه هبتدي اكنس كده بقى كل التراب كده من على السكنم وكل حته كده ورا شايفين بقى التراب اللي دخل لي من الشباك، لان طبعا الشباك ده يعني السلك اساسا وكانت فيه عاصفه ترابيه الفتره اللي فاتت. عايزه اقول لكم ان هو كان يعني كميه تراب رهيبه يعني. جبت بقى حبه ميه دافيين بكلوريكس الوان، وهبتدي ادعك الحيطه اللي تحت الشباك عشان طبعا، والحيطه اللي جنب الشباك برضو عشان اي تراب طبعا لازم انزله، هو مش بقع هي تراب اقدر انزلها من على الحيطه، تمام. زي ما انتوا شايفين كده ايه بمسح كل حته كده، لان الحيطه دي قلت اكيد طبعا اتملت تراب مطرح ايه مطرح ما انا بنضف التراب دخل لجوه. وبرده الانتريه همسكه بالمكنسه بالكهرباء، ما طبعا ما عملتوش بالاسبونشه ولا حاجه، وانا مسحته لان هو نضيف، فحرام نضفت بس من عليه التراب، فاهمين؟ لان ما اتعادش عليه عشان اعمله مثلا يعني الركنه بغسلها مش عارفه ايه، انما الانتريه حرام ان انا اغسله ابوظه يعني، خصوصا انا لسه مجدداه قريب ومحدش بيقعد عليه عشان يتوسخ يعني، هو بس كل اللي فيه برضو اكيد تراب دخل عليه مطرح ما انا ايه خدت بنضف. المهم عايزاكم بقى في الاخر تبقوا تقولوا لي رايكم في الريسبشن. انا عارفه الفيديو هينزل لكم متاخر، يعني انا دلوقتي بسجله الاربع عبال بقى ما منتجه، ممكن ينزل لكم يا النهارده يا بكره حسب ما هيتمنتج في يعني هيتحمل في قد ايه سرعه النت يعني عندي. بس ده كده كان بقاله اسبوع، يعني انا بكلمكم دلوقتي انا مخلصه غسيل السجاد، خلصت خلاص غسيل السجاد، نفضت الاوض وعملت تغيير برضو في اوضه الاطفال، بس للاسف ما صورتهاش معاكم لان الجو اليوم ده كان حر جدا جدا، ما قدرتش الصراحه ان انا البس وانا بصور يعني، تمام. بخصوصا ان انا كنت بزق وبعمل، هتشوفوا التغيير النهائي ان شاء الله وانا ايه بعمل بقى بمسح بقى وبنضف. بس عملت برضو اوضه الاطفال تحت السراير وكل حاجه. اوضه النوم برضو انا كنت لسه شايله تحت السراير يعني قريب، بس ده من قبل ما اشيل السجاد وكده، فبرضو عندي اوضه النوم نظيفه هي كده. وعملت المطبخ يعني النهارده اهو الاربع عملت كل ده وخلصت غسيل السجاد، فاضل لي بس ستاره اوضه المعيشه وستاره اوضه الولاد، تمام، والطرق. بس هو دي الستاير اللي عايز تتغسل هغسلها ان شاء الله النهارده. يعني هحاول اشارككم بعض الحاجات اللي هقدر اشارككم فيها مش كل حاجه، بس في الاخر هتشوفوا المنظر النهائي يعني، لانه بصوا مفيش وقت وانزل لعيالي يوم ويوم عندهم تمرين الساعه 8، فاليوم اساسا بيبقى يعني بايظ عندي، فعشان كده بحاول ايه اخلص يعني بسرعه. هنا بقى كنت مسحت هو الكنب، وطبعا ده واقي حشرات اسمه الفراعنه، حلو جدا جدا. انا السنه اللي فاتت كانت في حشره غريبه كده طالعه لي فكنت جايباها، فالسنه دي الحمد لله ما عنديش، بس ايه قلت واقي يعني واقي ان يجي لي اي حشرات في الصيف، تمام، لاني بقيت بخاف يعني، فبقيت قلت بعد كده امسح اي حاجه ارش وقايه،
تمام. ما كنتش بعمل كده زمان لان ما كانش بيجي لي اي حشرات الصراحه في الشقه، بس السنه اللي فاتت ظهرت لي حشره كده عجيبه كنت هتجنن منها، بس الحمد لله. ده اسمه لعنه الفراعنه، مع يعني حاجه يعني مش مثلا تبع لاستر ولا الكلام دوت او الحاجات المعروفه، لا ده انا جايباه عادي جدا من بتاع المنظفات، اللي هو اللي بيبيع منظفات وكده. قلت له عايزه حاجه كنت السنه اللي فاتت يعني، فعجبني، ما لقيتش اي حشره، وبرده بيقضي على النمل لو عندك نمله او اي حاجه. ف فعجبني الصراحه. من ساعتها بقى وانا قلت ايه، هبقى استخدمه كوقايه، مش بقى عشان ما يظهرليش اي حشرات تاني. بس كده. وبعد خلاص اهو بصوا بقى، الكنبه زقتها والكنبه التانية رجعتها مكانها، وركبت طبعا الشباك، كل حاجه كده ايه خلصتها. فاضل بقى ايه، ان انا الانتريه ده اكنسه كنسه حلوه. يعني ايه اكنسه؟ بالمكنسه بالكهرباء كده، اشفط بقى الحاجات اللي هي الكابوتونيه دي، طبعا بيبقى جواها تراب، اكيد دخل جواها تراب وكده، فهعمله بقى بالمكنسه بالكهرباء. الصراحه بتشفط اي تراب فيه وبتخليه كده بيبرق، يعني لو عليه اي تراب بعد ما بتكنسيه تلاقيه راجع جديد. بصوا بقى بكنس الارض معايا كده كويس. والاول هقفل الكاميرا وهنقل الاوضه، وهرجع لكم بقى تاني هوريكم. بس بعد كده يعني الاول هصور معاكم. بصوا انا عماله ارش الدواء ورا الحاجه، بحاول بقى ارش ورا عشان ولادي وكده ما يتضروش ولا اي حاجه، يعني برش ورا الحاجه. تمام. بس هرجع بقى الكرسي التاني كمان كده مكانه. دي كده القطعه دي كده زي ما هي. انا كنت هنا بقى رحت نقلت، بس ايه ما صورتش. تمام. جيت بقى بالمكنسه بالكهرباء وهبتدي كل حته. بصوا كنت بدخل الخرم اللي هي العصايه بتاعه المكنسه دي في كل خرم من الكابوتونيه عشان يشفط لي اي تراب جواه. وبعد كده بكنسه بقى ايه بالقطعه اللي هي بتاعه الانتريه اساسا. يعني الاول بشيل القطعه دي وبعمل كده من جوه الاخرام دي، بشفط اي تراب جواه. وبعد كده بكنس بقى بالقطعه بتاعه الانتريه دي بتكنس الانتريه وبتكنس الستاير، وجميله قوي يعني. القطعه دي بتبقى جايه مع المكنسه. بصوا الانتريه بقى فله كده ان شاء الله. بقى بقول لكم النهارده الاربع، على يوم السبت ان شاء الله ابتدي افرش، عشان الجمعه هنزل اشتري شويه حاجات كده للولاد. وعلى السبت بقى ايه ابتدي افرش ان شاء الله. يعني على الحد ان شاء الله اكون مخلصه، ان شاء الله على يوم الحد اكون مخلصه الشقه كلها، عشان الوقفه التلات يعني. فانا بحب كده ابقى مخلصه قبل الوقفه. بس كده اهو خلصت. وهروح بقى ايه امسح البوفيه بقى. الجزء دوت انا لما بخلص الجزء ده بحس ان بقيت الريسبشن نضيف، لان هو الجزء ده اصعب حاجه. ليه؟ لان الانتريه لازق في بعضه، وعشان تزقي وتحركي الموضوع بيكون صعب. صدقوني المكان الضيق بيبقى صعب قوي. والريسبشن عندي هو كبير بس كنس، يعني هو مطول، فاهمين؟ وطبعا ان هو واخد قطعتين فدي حاجه كويسه يعني. بصوا كده خلاص الجزء ده خلص. فاضل بس الستاره هي اللي عايزه تتركب. هركبها انا بقى ايه مع حالي، اتشعلق كده واركبها. وتعالوا بقى نشوف الجزء التاني من الريسبشن. بصوا اول بقى انا كنت خلاص هنا زقيت ورجعت، هتشوفوا المنظر النهائي مسجله لكم بصوتي بقى ساعتها يعني. تمام. همسح بس البوفيه طبعا لانه كان مليان تراب. هشيل بس من عليه التراب. التلميع بقى الاخير ده طبعا مش دلوقتي خالص، لما اجي افرش بقى يعني التلميع الاخير ده. ومسحت الارض طبعا وكل حاجه، بس زي ما قلت لكم التلميع بقى الاخير لما ايه ساعه الفرش. بس طبعا بشيل اي تراب من على الحاجه عشان برضو ايه الدنيا متتملاش تراب تاني. وطبعا النيش نفضته فوقيه وانا بزقه وخليته فله يعني. بس كده اهو بمسح بقى وبخلص كده. وهكنس برضو الارض. همسح بقى الارض كده بالموب بتاعتي وكده. خلاص هكون خلصت الاوضه. بجد الريسبشن مبقاش فيه حاجه ما اتعملتش فيه، كل حاجه اتعملت. كان نفسي اشيل الحاجه واغسلها بتاعه النيش، الصراحه ما قدرتش لان حسيت مجهود عليا ان انا غسلت السجاد زي ما قلت لكم المره دي. فمره بقى كده وانا فاضيه ابقى اشيل الحاجه في النيش واغسلها وارصها تاني. بس بقى ايه بعد العيد كده في الروقان مش هياخد مني حاجه. بصوا انا كده خلاص خلصت الاوضه. الستاره بقى هركبها بس هفطر، لان انا عايزه اقول لكم ان انا لحد دلوقتي ما فطرتش، فمش قادره يعني مش قادره بمعنى كلمه مش قادره. هركبها بس بقى ايه بعد ما افطر. بصوا عملت ايه بقى، بس ما صورتش معاكم اللقطه دي
لان كنت مش عارفه هتنجح ولا هتفشل. يعني انا من زمان نفسي اغير هنا في نظام الريسبشن هنا، لان عندي ريسبشن ضيق جدا جدا فما بيتغيرش. يعني ايه، هو كده نظامه كده وما ينفعش تحطي حاجه مكان حاجه. فانا حبيت اجرب حاجه الصراحه طلعت يعني الى حد ما شغاله، وبرده هستنى رايكم في الكومنتات. تمام. طبعا لسه الفرش مش هفرش دلوقتي خالص، هفرش ان شاء الله باذن الله قبل العيد. تمام. يعني انا كده بس هيبقى التلميعه الاخيره بقى بالجلانس، والعفش يتمسح كويس وكده. بصوا بقى بعد كده نفرش. بصوا هنا انا حطيت هنا السفره، هنا كان النيش كان جنب هنا في النيش. انا المفروض كنت صورت لكم الاول، بس لو رجعتوا في الفيديوهات القديمه هتعرفوا ان هنا كان النيش، والسفره كانت في النص ما بين البوفيه وما بين النيش. تمام. بس انا بصوا بقى هوريكم عملت ايه. ادي كده اهو، خلاص هرجع لكم لورا لورا لورا. ادي البوفيه اهو. بصوا بقى جبت النيش هنا، شايفين الجزامه دي كانت هنا جنب التربو ده. انا بقى رحت حطيتها هنا لانها كنت هحطها هنا. بص لفوا معايا برضو، كنت هحطها هنا حاساها شكلها شاذ لان هي لونها بني فاتح والعفش بتاعي بني غامق، فالصراحه ما عجبتنيش خلاص. فعملت ايه، حطيتها كده هنا. بصوا بقى ده المنظر، النيش كده هنا والسفره على جنب. ليه بقى حطيت السفره على جنب مش في النص؟ انا في الشتاء بكون حطاها في النص، ما بعرفش اشيل وامسح. يعني انا في الصيف بحب اشيل وامسح، فانا هنا ساعتها بقى انا كده اهو النيش زي ما وريتكم، والجزامه مش عارفه ايه يعني ادعوا لي كده ان شاء الله اشتري جزامه ثانيه. ولو اشتريت جزامه ثانيه لون العفش هبقى احطها ايه في الحته دي، ربنا يسهل بقى. تمام. بصوا بقى انا كده كده محتاجه جزامه ثانيه لان الجزامه دي مش مكفيه الشوزات بتاعتنا، فممكن دي اطلع. انا عندي بره بالشقه امان عادي جدا، فممكن دي بفكر يعني ده تفكيري ان دي احطها قدام باب شقتي من بره، يبقى فيها الشوزات اللي احنا عادي سايبينها حاليا بره. يعني مثلا ادم كريم نزل بيجيب حاجه لابس الكروس بتاعه، ادم لما بينزل الشوز بس بتاع الجوز بتاعت الشغل، الشوز اللي انا بنزل اوديهم بيها، الكوتش اللي بروح اوديه بالدروس واجي، الحاجات دي بكون سايباها بره لان الجزامه عندي مش مكفيه فعلا. فانا بفكر بقى احط دي بره، هتكون مروقه لي كمان قدام باب شقتي، واجيب واحده هنا. بس طبعا ايه ربنا يسهل ان شاء الله بقى لما انزل وكده. قولوا لي بقى رايكم. بصوا بقى كده هنا هتكون فرشه حته السجاده كده صغنطوطه، مش هدخلها تحت السفره خالص، هفرش حته السجاده على قد الحته دي هنا وهنا. فاهمين قصدي ايه؟ ساعتها بقى هيبقى سهل عليا ان انا اشيل وامسح، هيبقى الموضوع سهل مش صعب. هو ده بقى ايه اللي انا بفكر فيه ان انا اعمله. بس قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. اروح بقى افطر ان انا بجد هبطت طبعا المجهود ده كله من غير فطار، فهبطت. يعني اصعب حاجه عندي تنظيف الشباك ده الصراحه، هو ده بيبقى اصعب حاجه عندي. والحته اللي ورا الكنب، يعني الجزء ده اصعب بالنسبه لي من الجزء التاني، لان الانتريه واخد المساحه، فبقعد ازق واعمل. الموضوع هنا صعب جدا. وزي ما شفتوا لي غسلت حيطان وكل حاجه عملتها، مفضلش غير بس اركب الستور. بس كده بقى اقول لكم مع السلامه. بالله عليكم ما تنسوا تحطوا اللايك.